طبعا يا صديقي، كلنا فرحانين الحمد لله بالمظهر وبالاداء اللي ظهرت عليه لعيبه النادي الاهلي مجملا وفرقه النادي الاهلي كلها في مباراه الزمالك. ولكن خليني هنا اشيد بثلاث لعيبه بالتحديد عجبوني على المستوى الشخصي وعملوا مباراة كبيرة جدا. أول اللعيبة دي هو القائد وكابتن النادي الأهلي وحارس مصر الأول محمد الشناوي، واللي قدر ان هو يظهر بمستوى اكتر من رائع في المباراه. صد انفراد عدي الدباب في اول المباراه اللي كان ممكن يحول المباراه كلها، ده غير تصديه لضربه جزاء عبد الله السعيد قبل ما الحكم يعيدها، وغير بقى كل الكور العرضيه والخطيره واللي كان بيتعامل معاها بمنتهى الثبات، وكان مدي امان لحراسه مرمى النادي الاهلي. ومحمد الشناوي كعادته في المباريات الكبيره والمباريات المصيريه بنشوفه موجود وبيكون على الموعد وما بيخذلش ثقتنا فيه. اللاعب التاني برضه اللي لازم اشيد بيه مروان عطية، اللي بسم الله ما شاء الله مروان عطية من مباراة للتانية بيثبت ان هو اهم لاعب في مركزه في مصر كلها، واكتر لعيب بيعمل اداء بدني داخل فرقة النادي الاهلي. مروان عطية بسم الله ما شاء الله عليه في مباراة الزمالك كنت بتلاقيه في كل حتة بيغطي وبيدافع وبيمرر وبيساعد في نقل الهجمات. اداء عظيم جدا واستمرارية عظيمة لأداء مروان عطية من ساعة ما رجع من الإصابة. واللاعب الثالث اللي لازم أشيد بيه هو حسين الشحات. حسين الشحات اللي احنا انتقدناه وانا انتقدته هنا كتير وكان يستحق الانتقاد، ولكن لما حسين الشحات يعمل اداء كويس لازم نشيد بيه ولازم انا اشيد بيه. ده اللاعب الكبير وهو ده حسين الشحات اللي احنا نعرفه. لما بننتقد حسين الشحات بننتقده علشان احنا عارفين قيمة حسين الشحات والقيمة اللي ممكن يضيفها حسين الشحات لفرقة النادي الاهلي. حسين الشحات مثال للاعب اللي نازل المباراة وهو مركز في كل التفاصيل، قال المباراة صح من بره، نازل عارف هو هيعمل ايه كويس جدا، جاب هدف وتسبب في ركلة جزاء، وطبعا يستحق افضل لاعب في المباراه ورجل المباراه. والحمد لله يا عزيزي الاهلاوي، بعد ما فزنا زي ما انت شايف كده في جدول الترتيب بقينا في المركز الثالث ب 15 نقطه وبفرق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ولينا مباراه مؤجله كمان. يعني الحمد لله النادي الاهلي رجع للوضعيه الصحيحه ورجعنا من تاني للمنافسه على بطوله الدوري. انت برضو في التعليقات قول لي اكتر ثلاث لعيبه عجبوك في فرقه النادي الاهلي في مباراه الزمالك.